بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله واصبح الملك لله. بسم الله يا الله. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تعنينا حتى نسجل لكم معلومات مهمة عن مشروع تسمين العجول، ويا مربي صار له فترة طويلة بهذا المضمار، بس سبحان الله لقيناه بايع الوجبة كلها. مو اي والله مبيوعة الوجبة وباقي عنده بس هذا. بس المهم عندنا احنا، المهم مو الوجبة، لا المهم نعرض المعلومة الحلوة. احنا المهم راح يتعرف المشاهد ويانا على المعلومة صح. شنو الصعوبات اللي يعانيها صاحب المشروع، او شنو الربحية خلال الدورة، ايش قد يربح، ايش قد كذا، شلون امور يعني تخص هذا المشروع. تعالوا ويانا حتى نتعرف على مشروع تسمين العجول، وإن شاء الله إحنا بخدمة المتابع والمشاهد اللي يشاهد، ونتمنى الخير لكل إنسان يعمل بجد وإخلاص، ونتمنى لعراقنا الحبيب التطور، ولكل دولنا العربية. هذا مو بس يقتصر على العراق، على كل دولنا العربية. ونلتقي بأخونا وأخوكم أنمار الجنابي أبو علي. حياك الله. عين استاذ، ألف هلا بيك. الله يرضى عليك. عرف المشاهد ايش قد صار لك انت بهذا المضمار. والله استاذ مشروع العزيز، تسمين العجول. انا من وعيت على الدنيا ويا ابويا بالحلال ويا والدي. اذا انت صاحب خبره. انا الحمد لله وشكر. زين، الحمد لله وشكر. عين استاذنا العزيز. هسه هواي ناس اول قضيه يسالون عليها، يقول ايش قد يحتاج لي راس مال حتى ابدي بمشروع التسمين. عين استاذنا العزيز، عمري اللي يريد يربط المبتدئ مرحله. نعم. راس المال لو حتى عندك امكانيه فول وانت ما عندك خبره، يعني حتى لو عنده مليار مثلا، لو حتى عنده مليارين، انت ما تنصح يبدي بعدد هواي؟ لا. لان انت ما مر عليك انت رابط قبلها. لان اهم شيء الخبره. اربط على اللي اقدر بيه شويه. مثلا ربطت اول وجبه، مثلا نقول 20 عجل. اي ال20 عجل اذا الله سترها وجت راح اذب بمكانها 40. مرحله ثانيه. كل ما اشوف نفسك ناجح بالعمل ومسيطر على العمل، عملك يزيد ان شاء الله. نعم. اي عملك يزيد. جيد. ربطت ال40 كملت راح يذب بمكانها 60، وهكذا. لان تعلمت خبره. نعم. واهم شيء الحقل. اي اهم شيء الحقل. عين استاذنا العزيز. هواي من الناس خصوصا المبتدئين يسأل يقول العجل الواحد ايش قد ياكل مصروفه اليومي؟ يعني تقريبا يوميته 5000. 5000. يعني تقريبا اللي تابعنا من خارج العراق تقريبا 3 دولارات. اي صحيح. ياكل العجل ان شاء الله. واذا يعني الفتره طالت يقوم ياكل اكثر، ياكل اكثر. نعم. فترة يعني هواي ناس تسأل عن فترة التسمين ايش قد، يعني كم شهر؟ استاذنا العزيز، اي اولا الناعم اللي يريد يصبر عليه سنة حسب العجل. يعني اذا العجل ناعم سنة، واذا وسط 6 اشهر. يعني هسه مثل هذا يربط 6 اشهر. 6 اشهر. زين. واذا خشن، واللي يخشى من عنده 4 اشهر. 4 اشهر. اي نعم. ابو احمد، عمري نوبات السوق ما يخدمنا. العجل الاخر ليش نبيعه خسارة؟ يعني مثلا حتى لو ناعم وصار له سنة يجوز تاخره سنة وشهرين. كل ما تاخره خير به، هو يزيد. ابو المصلحة يعرف حلاله وين يبيعه. واكو قسم يخلونه فترة طويلة حتى يصير. شو يصير؟ يصير باليه ما شاء الله. ما ستر الله. ويجيب الكيه ما تقضبه. مضبوط. صحيح. علي، باعتبار انت صاحب خبرة. عين استاذ. الله يبارك بيك. الله يرضى عليك. نقدر نسألك يعني الناس هسه اللي يشاهدنا ان شاء الله ينتظر منك نصائح، باعتبار انت صاحب خبرة. صحيح. وترى زكاة العلم نشره، وهذا علم. ان شاء الله علمي والله علم. تجربة علم. اي والله علم. هي تجارب. احكي لي شنو النصائح. عين استاذنا العزيز، الرباط من يريد يربط المبتدئ. احنا نقول المبتدئ كل المبتدئ ياخذ عجل بزر، عجل حلو، عجل سرحي مشموس بواحد. هذا استاذ هذا لا تخاف من وراه. هذا شوف ما شاء الله الخير جايه. هذا طاقته الشمس. ياخذ عجل رجليمتان، شقته طويله، مقفاه عريض. ابو علي يقصد بالشقه، خاف يعني واحد من خارج العراق يعني طويل، يعني شقه يعني جسمه طويل. مقفاه عريضه، مقفاه عريض. ما شاء الله هذا مو مسلوع ضعيف. لا مطروح. لا تاخذ رخيص. تشوفه رخيص عبالك هذا بخير مال الله. لا اخذ شيء زين اللي يخدمك.
هاي بدل ما تاخذ الشيء مو زين 4 اشهر او 5 اشهر تبيع تاخذ زين 4 اشهر فوق 4 اشهر تبيع. ما شاء الله. بس يجي اي. وها معلومه ثانيه، لا تشوف الاعلاف رخيصه وتاخذ علف رخيص، او نخاله تعبانه او طحين تعبان او خبز يابس احتمال يطلع معفن يسمى الحلال. يعني ابو علي لا يغرر الرخص. لا يغرك الرخص. اي اخذ حاجه شيء زين لو كان غالي. اي والله صحيح. اي انت من تيجي تعبان على فلوسك لا تشوف الشيء مناسب قدامك وتاخذه. هذا من تتعب عليه وتحطه فلوسك بيه مو حرامات. نعم مو حرامات بس ترى الله. صح. اي عين استاذنا العزيز. اي عمره شنو النصائح اللي اول شيء لا تنسى، اول شيء هاي دقة الحلال، لا تنسى العلاجات البيطرية مهمة. اي مهمة عشان لا تستبخل على حلالك كنت فلوس او تحط لك 50 او 100 ألف وما تعالج حلالك. اذا عالج حلالك وشفت على مزيد هذا خير من الله، بس ترى الله. نعم بس ترى الله. نعم اهم شيء العلاجات البيطرية. طفل مدارة، عينك على مالك دواء. عينك على مالك دواء. نظافة المكان ايضا الحقل مهمة. الحقل الفي الفي مهم للحلال. اقول لك هذا مثل هذا اللي يقول له في ومي وكرم حاتم طي. طبعا عشان في ومي وكرم حاتم طي. عين استنى العزيز. عيني علي، انا لاحظت اكو ناس بدت بالمشروع وبطلت، برأيك شنو السبب؟ استاذ هذا ما عنده خبرة. ما عنده خبرة بالعمل. يعني ما عنده خبرة وشيت وخسر، قال لك هذا العمل ما بيه فايدة. هو مو العمل ما بيه فايدة، هو ما عنده خبرة. لأن أهم عنصر مثل ما تفضلت هو عنصر الخبرة. هو لو عنده خبرة ما اشتري غالي وما اشتري شيء مو حلو. ما تشيت. ما تشيت. إذا الحاجة هي تسوى لها مليون تاخذها 1.5 مليون، أنت تيجي تستفاد. الرباط استاذنا العزيز. نعم. الشيء يفيده اللي يحطه زايد يحطه على العلف. يحطه على العلف إدارة الحلال يعني مثلا او حاط عامل بالحقل. كل شيء يفيد الرباط. انت من تشتري شيء نظيف ما تخسر. واهم شيء الخبرة. نعم. انا يوم ليهم جاني واحد قال اشتغل بعشرة. قلت له عمي اول شيء اشتغل بعشرة بس لا تصحى لي الحيتان. الحيتان تاكلك. هذا مثلا الحاجة ما تسوى قد انت تاخذها بسعر زايد. انت تشتغل على حولي على طلي على هاشة شوية العمل تتعلم. انا من طلعت ببطن ما نعرف اشتغل بعشرة ما اعرف، بس تعلمنا. صح. تعلمنا الخبرة ويا ابويا ومثل الحياة تجارب هي. اقول لك هذا مثل هذا اللي يقول له بغيلوي طارد ويا الخيل. وين يقدر؟ ما يقدر. يا تاكل الحيتان. اي والله تاكل الحيتان. صح. علي عيني استاذنا العزيز. تقريبا احنا وصلنا او شكنا على النهاية. تعتبر هذا المشروع مشروع التسمين ناجح بالعراق؟ ناجح ليش؟ 100%. السبب استاذنا العزيز العراق ابو الخير. والله صدق ابو الخير. خير ابد ما يخلص. اما انت الله ورسوله ابد ما يخلص. عندنا المناسبات الدينية. عافية. عندنا الأربعينية مال ابو عبد الله سلام الله عليه. عليه السلام. عندنا المناسبات، عندنا الفواتح، عندنا الفصول بالعراق. هاي الفصول ما تخلص. الفواتح ما تخلص. هاي كلها تسحق. صح. الاعراس، الفواتح، كل شيء. صح. مناسبات. يعني مثل فنادق، الفنادق، المطاعم تسحق ما تخلي ما شاء الله. اقول لك هسه اكو ناس ما تاكل ببيوتها. كلها بالمطاعم. كلها مندي. كلها كباب وباسطرمه ومندي. كلها مندي. هسه صار على التليفون استاذ. على التليفون. والنسوان خدمة توصيل. على التوصيل. شلون المشروع ما يصير ناجح؟ ناجح 100%. المطعم ناجح 100%. بس ترى الله. واشتغل نظيف. هذه واكو نقطة مهمة. مو شغلته يهلمي على الباجنة. نعم يرهم. يعني مو هو فاتح له مشروع بمليار. او بكذا مليون. ومسلمه بيد العالم ويريد ربح. استاذنا العزيز عينك على مالك دواء. اي عمل تخليه بيد عامل او عمال وما يخاف الله تخسر. اكتب عليه الفشل. بس اذا عامل وعينه على حلالك قد ما تعطيه مو حرامات. صحيح. قد ما تعطيه مو حرامات. لا هو الشخص لازم يتابع مشروعه بيده. عينك على مالك دواء. مضبوط. انت مو تتهل العمل بيد العمال او مسؤول مع احترامات المسؤولين المضبوطين. تخلي بيد المسؤول والمسؤول مو معينه على مالك، هذا خساره. بس اذا انت عندك عمال ومعتمد عليهم وين ما تطلع ما تخاف على حلالك. عافيه. زين. عندك بعد شيء تضيف؟ والله شديد انا حاضر استاذ. الله يبارك بيك. لو شخص اتصل علينا مثلا تقدر توفر واحد عنده نية ان يفتح مشروع.
تقدر توفر عجول سرحيه مال تسمين قد ما يريد. بس اكون درجه إذا اولى. مش درجه اولى مثل هذا ما اشتري. يعافيك. انتبه على هذا استاذ. هذا خير من هذا اذا مو درجه اولى ما اشتري. هو هذا درجه اولى. اي وش قد ما يريد. أي. احنا يوميا عندنا 30 40 عجل ما شاء الله. نبيعها تجينا رباطه لهنا. نعم نعم. رباطه نعم. او نحضرها للسوق. اي تجينا الرباطه اذا مو شيء زين احنا نجيب السرحي استاذ ماجد. السرحي بيها عالم ما يعرف شنو السرحي. السرحي يسرح بالقاع بالارض بالفضاء. هذا يعني ياكل النباتات ياكل اي شيء ياكل الحشيش بس من يلقى علف المركز يبدي يحول الى لحوم. يحول يعني يوم على يوم مزيد يوم على يوم مزيد. صح. ويلقى العلاجات وفي ومي المي البارد والبنكات تضرب عليه. هذا خلال فترة زمان ما شاء الله خير اعلم الراس اللي يربط هذا الحلال. ممنون. حاضرين كل واحد طيب. عندك اضافه؟ والاضافه بعدين يوم نلقى في من الابقار راح تشيلك. لا احنا هسه من العجول. اي ما عندنا اي شيء. ما عندنا شيء. متابعينا الاحبه ان شاء الله وصلنا لكم معلومه تخدمكم وتفيدكم. لكن اذا غابت عن اذهان البشر ما معصوم. ابو علي البشر ما معصوم. لا والله ما معصوم. اذا غابت عن ذهني والنصيحه حلوه. اذا غابت عن ذهني او ذهن ابو علي اي معلومه اكتبوا لنا اياها بالتعليقات. حاضرين احنا. اي شيء تريدون نسوي لكم عليه مقطع اكتبوا لنا ايضا واحنا ان شاء الله بخدمه عراقنا العظيم استاذنا العزيز وكذلك المتابع العربي في كل مكان. احنا ان شاء الله كل 3 ايام 4 ايام ننزلهم شيء جديد ان شاء الله. كل شيء جديد ان شاء الله. او ابقار او عجول ان شاء الله كل 3 ايام 4 ايام شيء جديد. الله يبارك. والحقل مالتنا متروس. موفق. على عجل على بتشر على هوز جني. ان شاء الله. اي شيء زين. الله يبارك فيك. تسلم. ممنون لك على راسي حبيبي. عيني.